يا رب صبحنا وربحنا وبين عبادك ما تفضحنا. يا صباح الفل والورد والياسمين على احلى واغلى متابعين. ازيكم يا حلوين؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدا الكلام تعالوا نصلي على الحبيب قلبنا يطيب. نهاركم سعيد ان شاء الله. ربنا يجعل يومكم النهارده مليان بالحب والخير والتفاؤل والامل وراحه البال. ما تنسوش تدعوا لابويا والامي موتانا اجمعين يا رب العالمين. صباحكم زي اللبن الحليب، صباحكم ابيض زي قلوبكم. النهارده ان شاء الله صباح جديد ويوم جديد وروتين كله طاقه ايجابيه. تابعيني لاخر الفيديو ان شاء الله تستفيدي منه. عاملين ايه يا ولاد؟ وحشتوني 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 وكمان مره وحشتوني. طب انت يا موميدو بتعمل ايه دلوقتي؟ بص يا جماعه، احنا دلوقتي تحت في الحته اللي فيها زرع بتاعتنا. احنا صاحيين بدري جدا انا وميدو ابني، طبعا عشان ميدو اجازه. فانا بقى ايه على دماغه اليومين دول، قوم يا ميدو يلا عشان ايه نظبط الحته بتاعتنا اللي ورا. عامله له ازعاج كل يوم الصبح. زي ما انتوا شايفين كده انا كنت مخزنه البصل بتاعي تحت السلم طبعا على التراب، فطبعا في جنب كده بيجي على شمس، فانا جبت شويه قش من واحده جارتي ربنا يبارك لها يا رب. وبعد كده ايه غطينا البصل بتاعنا بالقش عشان لو الشمس طلعته طبعا هيضرب ويبوظ، فلازم اغطيه كويس جدا كده بالقش. منه هيحافظ على البصل ومنه كمان يعني ايه مش هيضر البصل كمان. تمام. وطبعا يا جماعه جبت التوم، اخيرا لقيت توم يا جماعه. التوم ده عامل زي ايه؟ اقول لكم زي ايه، مش موجود خالص. والله العظيم دورت في الاسواق ودورت في البلد عندنا لحد ما اتصلت باختي قلت لها شوفي لي عندك توم باي طريقه. قالت يا مميدو والله هو ناقص هنا برضو بس هدور لك واشوف لك. وفعلا هي دورت لحد ما لقت واحده جارتها بعيد شويه عندها، فجابت لي ب 240 جنيه توم الكيلو على 30 بالعافيه. والله يا جماعه بالعافيه، ده في ب 40 وفي ب 50. يعني جابت لي 8 كيلو ب 240. الحمد لله على كل حال. هنعمل ايه بس يا جماعه؟ يعني الثوم والبصل يعني خلاص هيبقوا زي الذهب كده، يعني ايه مش هيبقوا موجودين وكمان غاليين. على الاقل الذهب موجود بس غالي، لكن البصل يعني قليل والثوم قليل. الثوم طبعا زي ما قلت لكم قبل كده هوديه لواحده تقشرهولي عشان انا ما عنديش وقت اقعد اقشره، وفي نفس الوقت ما عنديش طولة بال اقشر الثوم الناشف. لكن لو اقدر طبعا انا بعمله كل سنه واعمله في الكبه واخزنه عادي، لكن الناشف صعب شويه. وبعد كده يعني اخدت لي بقى شويه بصل كده عشان اخدهم فوق عندي في التربو، وبرضه اخد لي ايه كام راس كده توم، يعني ايه مش كتير، يعني حوالي 5 6 مع شويه البصل دول، واخدهم معايا فوق عشان يبقى تحت ايدي للاكل والطبيخ والحاجات دي. والله يا جماعه وانا قاعده القعده دي مش عايزه اقول لكم بقى كميه طراوه وكميه هوا كده يعني، وكميه روقان وهدوء، والعصافير حواليا عماله تزقزق يعني، وصوت النخل. بصراحه قاعده اخر مزاج. وبعدين انا صحيت ميدو كمان عشان يعمل معايا البصل. وكمان المره اللي فاتت يا جماعه لما كنا بنعمل بقى ايه يعني تحت في الزرع كان بيعمل العنب، كان بيعمل حبل كده فوق الاوض عشان العنب يمشي عليه، فما كانش كمل. فهو دلوقتي ايه بيكمله عشان العنب يمشي على الحبل. وبعد كده روينا الزرع بتاعنا اللي هي الطماطم الحلوه بتاعتنا. وتعالوا بقى موريكم، بقول لكم شوف الشمس بتيجي على البصل من الجنب اليمين ازاي اهو. بصوا يعني انا لو ما كنتش حطيت القش ده كان نص البصل من يمة اليمين كان ضرب خالص. فيعني بصوا كده انا حميته خالص. وممكن برضو كنت احط ملايه على السور كده، بس قلت القش يعني ايه كفايه قوي. كانت في متابعة جميلة كاتبالي بتقولي يا موميدو أنا معايا طفلين بس شقتي يا موميدو ما فيهاش تهوية خالص، يعني كلها طاقة سلبية وحاسة إن أنا تعبانة على طول وما عنديش طاقة إيجابية. بص حبيبتي، أكيد كل شقة بيبقى فيها على الأقل شباك يهوي الشقة، تمام؟ لو أنت حتى ما عندكيش بلكونة هيبقى عندك شباك، فلازم تعملي او تفتحي شبابيكك كل يوم عشان الهواء والشمس يدخلوا بيتك عشان الامراض، وعشان كمان تبقى ريحتها حلوه. لو انت بقى عايزه تفتحي شباك في مكان معين عشان يدخلك منه الشمس والهواء، انت لو مسموح لك ان انت تفتحي شباك مثلا في المكان او الشارع اللي ورا بيتك على طول افتحي، ايه المشكله؟ لو عايزه تعملي بلكونه مكان الشباك بس يكون مسموح ليكي اعملي بلكونه، ايه المشكله؟ يعني شوفي الحاجة اللي تريحك وتريح نفسيتك واعمليها. انت عارفة يا حبيبتي باب المطبخ بتاعي ده كان شباكي الاول، وبعد كده فتحته باب. ليه؟ لان الحتة بتاعت اللي فيها زرع دي قلت بدل ما كل شوية اعدي من الشارع ادخل فيها، طب ما انا شباك المطبخ ده استغله اعمله باب، وفي نفس الوقت بدل ما تدور في الشارع كل شوية لا
انزل من شقتي على الحته دي على طول. تمام. وفي نفس الوقت انا دور علوي، يعني ما عنديش مناشر، عملت ليا كمان منشر بنشر عليه، يعني استغليت الشباك باب وفي نفس الوقت عملت منشر ليا. ولو عايزه اعمل كمان منشر في الاوضه اللي برضو بتاعت مريم بنتي على الحته دي هعمل، بس كفايه المنشر ده على قد، يعني اصل احنا يعني مش عيله قوي، يعني كل دور بنشره وخلاص، وبطلع بطانيه، بنفض سجاد، مشايه، يعني مش محتاجه اكتر من كده. اعملي الصالح واعملي الأحسن ليكي، انت اللي عارفة بيتك وانت اللي عارفة اتجاهات بيتك وانت اللي عارفة الأحسن ليكي. تمام. ودايما تبخري بيتك، يعني ولعي بخور كل يوم وشغلي إذاعة القرآن الكريم في بيتك عشان الطاقة السلبية تخرج والطاقة الإيجابية تدخل، وتحس ان انت كده عندك يعني حماس ونشاط وطاقة. ولازم تفتحي الشبابيك اللي عندك كل يوم، افتحي. احنا في الصيف، وطبعا بقى ايه، الصيف بنفتح الشبابيك عشان الهواء، لكن في الشتاء بنقفل على طول. لكن احنا في الصيف بنفتح عشان الشمس بقى تدخل بيتنا، وكمان عشان الهواء يدخل بيتنا، وتكون شقتك ريحتها حلوه وكمان فيها طاقه ايجابيه. ربنا يريح نفسيتك يا حبيبه قلبي ويطمن قلبك يا رب. بعد ما خلصت تحت يا ولاد، طلعت فوق لميت المشايات ونضفتها عشان نعمل شويه تنظيفات كده يعني على الماشي، عشان ندي للناس طاقه ايجابيه وكمان نشاط. تمام. وبعد كده حطيت البصل والثوم في التربو، وهعمل لي بس كده كوبايه نسكافيه عشان تظبط دماغي وفي نفس الوقت تفوقني عشان اشوف اللي ورايا. وطبعا هاخد معاها 3 تمرات عشان التمر ده يا جماعه بيظبط هرمون الانسولين في الدم، يعني ما بيخلوهوش يعلى عشان تجوع، لا هو بيبطئه خالص عشان ما جوعش. وفعلا هو ده اللي بيحصل معايا اقسم بالله. وبفضل على كوبايه النسكافيه والثلاث تمرات لحد الساعه 7 المغرب، والله العظيم ما بيجيليش نفسي افطر خالص. ممكن اكل فاكهه حاجه بسيطه، ممكن اكل اي حاجه تانية، لكن اكل عيش بقى واكل حاجه تانية لا والله يا جماعه، يعني انا مش ليا نفس خالص. ليه؟ لان التمر زي ما قلت لك وكوبايه النسكافيه نص ميه ونص حليب، يعني بصوا بيقفلوا الشهيه. الناس هتقولي طب ما انت كده هتهبطي يا ام ميدو، والله العظيم ولا بيحصل لي اي حاجه، طالما السكر او هرمون الانسولين واطي ومظبوط عمرك ما هتجوعي. وطبعا انا بشرب ميه طول النهار، اهم حاجه الميه. ممكن اكل خس، ممكن اكل خياره، ممكن اكل يعني جزرايه، يعني طبعا انا بنقنق في الحاجات اللي هي مش بتتخن خالص، بس كعيش ونشويات وحاجات من دي ماليش نفس ليها. يعني كوبايه النسكافيه والثلاث تمرات كفيله انها ما شاء الله تظبطني طول النهار، بس اهم حاجه ما تربطيش نفسك بيا. انا مثلا باخد الحاجه دي بس ايه، بتخليني شبعانه. افرض انت بتجوعي على طول، او انت بتشتغلي زياده، او انت موظفه بتروحي وبتيجي وبتجوعي، لان برضو يا جماعه كتر المجهود بيجوع. فانت ما تربطيش نفسك بيا. انت تصحي الصبح، طبعا انا يا جماعه باخد المشروب بتاعي اول ما بصحى الصبح اللي هو القرفه والكاكاو، وبعدها بساعه باخد السناك بتاعي اللي هو ايه، كوبايه النسكافيه والثلاث تمرات. وطبعا بعد الظهر بفطر. لكن من ساعه بقى ايه، خلاص بقى ما اتعودت على الرجيم، خلاص تحس ان المعده قفشت، ما بقتش قابله اي اكل تاني غير حاجات بسيطه. فانا يعتبر فطار اللي هو السناك بتاعي الثلاث تمرات وكوبايه النسكافيه. وساعات برضه يا جماعه والله بجوع وبفطر عادي، يعني ايه، عشان كده بقولك ما تربطيش نفسك بيا. خد السناك بتاعك والمشروب بتاعك وافطري وتغدي يعني، وتعشي حاجات بسيطه بس بعيده عن نشويات بالليل. فعشان كده بقولك يعني ايه، ما تربطيش نفسك بيا وكلي وجباتك كلها وهتخسي وهتبقي زي الفل. طبعا زي ما انتوا شفتوا غليت الحليب، وبعد كده اخدت لي 3 تمرات كلتهم، يعني ايه ما حبيتش اصورهم بقى عشان كل مره ايه بصورهم معاكم. وعملت لي كوبايه نسكافيه والحمد لله دخلت على طول على الشقه عشان ايه، ننضفها ونظبطها كده ايه، ونخليها 10 على 10. وندخل بقى في الموضوع بتاعنا. هحاول انزل التعليق بتاعها كده قدامكم عشان تشوفوه برضو وتتاكدوا من التعليق بتاعها. وانا طبعا رديت عليه وهي كمان ردت عليا، بس انا جايبه كلامها هي بحيث يعني ايه تشوفوا كلامها. عموما التعليق بتاعها يعني زي ما هو الفيديو اللي فات، يعني في التعليقات حتى لو شفتوه هتلاقوه. اول حاجه بحب ادعي لها الاول حبيبه ام سلمى، ربنا يرزقك الذريه الصالحه يا رب اللهم امين، ويرزق كل مشتاق عشان هي معاها بنت واحده اسمها سلمى وعايزه ايه تخويها يعني. ربنا يرزقك يا حبيبتي ويرزق كل مشتاق يا رب اللهم امين. بتقول يا جماعه هم 4 صبيان، من ضمنهم 3 قاعدين بعيد، 3 اخوات صبيان قاعدين بعيد، وهي اللي ساكنه في شارع حماتها او قبال حماتها، وحماتها معاها بنت قاعده معاها. تمام. بالرغم ان كل سلايفها بعيد عن حماتها، طبعا ام سلمى هي اللي قاعده معاها في الشارع، وهي اللي بتروح تخدمها، وهي اللي بتروح تطبخ لها، وهي اللي بتروح تعمل لها كل حاجه. وبالرغم ده كله هي وحشه، وهي وبيعاملوها معامله زي هقول لكم ايه، بس يعني معامله وحشه خالص.
والله يا جماعة يعني حاجة بصراحة تحزن، وكمان إيه بتقول جوزها بخيل عليها هي وبنتها، وهي متضايقة من حاجة زي دي. يعني هي معاها بنت واحدة وهي وبنتها وجوزها بخيل عليها. طب انت بخيل عليها ليه؟ يعني هو في واحد يبخل على بيته غير لما يكون هو أساسا يعني مش كويس؟ ازاي؟ البخيل، نتكلم في حتة البخيل دي الأول. البخيل بخيل في كل حاجة، بخيل في مشاعره، بخيل في حبه، بخيل في اهتمامه، بخيل ان هو يقول لمراته كلمة حلوة، بخيل يعني في معاملته في دخلته على ولاده ومراته في كل حاجة. والله العظيم يا جماعة احذروا من البخيل ده. يعني البخيل ده لو وراه ملايين الدنيا ابعدوا عنه. البخيل بالذات، البخيل بالذات ده ابعدوا عنه نهائي. لان ما بيديش، هو عايز ياخد وما بيديش. يعني في برضو أنانية. يعني لو جه عريس لبنتك وبخيل ابعدها عنه. والله العظيم لو وراه أطيان ابعدها عنه. أنا مش عارفة الراجل اللي بيبقى بخيل على بيته ومراته ليه. هو أنت هتدي لحد غريب؟ ده بيتك ومراتك وعيالك ملزومين منك ومسؤولين منك. امال انت متجوز ليه؟ انت متجوز عشان تفتح بيت وتصرف وتأكل وتشرب وتعالج وكل حاجة. امال هيطلبوا من مين؟ هياخدوا من مين؟ يا جماعة أنا مش عارفة بصراحة. برضه هتنرفز وأعلي صوتي، مهدي صوتي شوية عشان أعرف أتكلم. يعني قصدي يا جماعة البخيل بخيل في كل حاجة، مش في الفلوس بس. أقسم بالله البخيل في كل حاجة. ربنا يعينك عليا يا بنتي. كلمي بالراحة، كلمي جوزك بالراحة، واطلبوا منه بالراحة، واطلبوا منه بأسلوب حلو، واطلبوا في الوقت المناسب. هقولك ايه بس، هقولك ايه، ربنا يعينك ويقويك. يعني انا يعني ما اقدرش اقولك اكتر من كده. ربنا يهدي سرك. امال لو ما كانش بنت واحده يا جماعه، ده هي وبنتها بس، يعني مش عيلين او 3 او 4، وكمان انت صغيره لسه. امال بقى لو في عيال في دروس ولا مدارس ولا في جامعات كان عامل ايه؟ اي نعم هي الدنيا غاليه والدنيا نار، بس يعني ما يبخلش، ما يبخلش. يصرف على قد مجهوده ويصرف على قد طاقته واللي معاه. لكن يبخل لا، حرام. ربنا ما قالش كده. ربنا يا رب يهديهولك يا حبيبتي. نيجي بقى ايه لحماتها وبنتها وهي بتروح تخدمها وبرضه ايه بيعاملوها معاملة وحشة. ما تروحيش. ايوه ما تروحيش. طالما انت اللي بتروحي تسألي عليهم وانت اللي خدماهم وانت اللي بتعملي لهم، ايوه ما تروحيش. ليه يعني؟ هم اشتروكي؟ انت بنت ناس جايه من بيت، راحه البيت عشان تكوني ملكه في بيتك، عشان الكل يحترمك وانت تحترميهم. انت عايزه تروحي تعملي لحماتك حاجه يكون بالاحترام وبالادب، ويكون جزائك ان حماتك تقولك كلمه حلوه وتقولك ربنا يخليكي يا بنتي، ما تحرمش منك يا بنتي، يعدهولك يا بنتي في صحتك. يعني تدعيلك دعوه حلوه. يعني تروحي تخدميها وتسألها عليها وتعملي اللي عليك، وفي الآخر يبهدلوا فيكي ويهنوكي ويعملوا نفسيتك، يعني يتعبوا نفسيتك. ليه؟ هو ربنا قال كده؟ ليه يا جماعة؟ حرام. وبعدين هي عندها بنت، هي أولى بنتها تخدمها. انت عايزة تروحي تسألها على حماتك، وروحي اسألي عليها وتقعدي عادي، مفيش أي مشكلة. حصل مناسبة روحي ساعدي. حصل انت مثلا هتتغدي معاهم ساعدي، لكن انت ملزومة تروحي تعملي كل يوم؟ لا، ربنا ما قالش كده. بنتها موجودة هي اللي ملزومة بيها. الدنيا ماشية بالعكس أقسم بالله. يعني البعيد، يعني هي لها 3 سلايف بعيد. طبعا محدش بيسأل في حماته في حماتها يعني، وهي اللي بتروح تعمل لها هي اللي وحشة. مش بقول لكم دايما اللي معزز نفسه ودايما اللي عامل حدود هو اللي بيبقى حلو، واللي رامي نفسه ومش عامل حدود هو اللي بيطلع فيه كل الصفات الوحشة. ما تزعليش مني، هي دي الحقيقة. عشان كده دايما اقول يا جماعة لازم يكون في حدود. عامل حماتك بما يرضي الله، عامل اهل جوزك بما يرضي الله، بس لازم يكون في حدود. محدش يتعدى على التاني، محدش يغلط في التاني، محدش يقول كلام على التاني. هو ده القصد مش اكتر. انت لما لقيت اللي هم تعدوا حدودهم معاكي وبيبهدلوا فيك وبيهنوا فيكي، خلاص كنت اركني، خدي موقف على طول واسألي عليهم كل فترة والتانية. محدش استقبلك، محدش قابلك مقابلة حلوة، خلاص يبقى انت عملت اللي عليك، ما قصرتيش. ده وكسة ما بعدها وكسة. هو انا بجوز بنتي عشان تروح تتهن، ولا عشان تفتح بيت وتراعي جوزها وتراعي ولادها وتبقى ملكة في بيتها وتاخد راحتها في بيتها وتراعي برضو حماتها واهل جوزها؟ بس كله بالادب وكله بالاحترام وكله بالحدود. يا جماعة والله العظيم اللي انتوا بتعملوه ده كله هتتحاسبوا عليه. حرام. اتقوا الله في بنات الناس. اللي الناس نفسيتها تعبت. يعني في ستات اقسم بالله انتحرت من كتر المشاكل اللي في العيلة. ناس راحت كشفت عند دكتور نفساني بسبب
المشاكل اللي بتحصل في العيلة. اتقوا الله، ربنا موجود. اعملوا لاخرتكم، اعملوا لاخرتكم يا جماعه. زي ما انت خدت ابوه واتجوزت ابوه، سيبي ابنك برضه يتجوز ويتهنى ويعيش حياته. مش عايزه هتبقى حما نار وبغل كده، لا ما تجوزهوش، قعدي جنبك خلليه، اعمليه مخلل كده. هقولك ايه، ما كانش ربنا عمل الدنيا وخلق الدنيا عشان تستمر؟ انا بقول لكل ست بيت، عززي نفسك، عززي نفسك، ما تقبليش الاهانه على نفسك، ما تقبليش اي حد يشتمك ولا يقول في حقك كلمه وحشه. وانا بقولك عاملي جوزك بما يرضي الله، وعاملي اهل جوزك بما يرضي الله، لكن اوعي تقبلي على نفسك الاهانه، اوعي تقبلي على نفسك الشتيمه، اوعي تقبلي على نفسك اي حاجه تتعب نفسيتك من جوه وتوديك عند دكتور نفساني. اوعي. انت اعتكفتي وبرضه مش سايبينك في حالك وبيتكلموا عليكي، يعني خليهم يعملوا اللي هم عايزين، يقولوا يا ما في الخمر يا ليل، ولا في بالك ولا تحط في دماغك. طالما انت ماشيه بما يرضي الله وما عملتيش حاجه تغضب ربنا، والله العظيم بصي ولا في الدماغ. امشي، خليكي في طريقك وخليكي في بيتك مع جوزك وعيالك عشان ربنا يعني يهديلك حالك يا حبيبتي. التجاهل احسن حاجة، هو سر نجاحك وهو سر ان انت تصبري في عيشتك. تمام؟ ده بتقول لي ايه كمان، ام واخته بيتكلموا عليها لجوزها. يعني بصوا، يعني مش عارفة مين راجل محترم يقبل ان مراته يتقال عليها كلمة، سواء من امه او اخته او اي حد في عيلته. مين؟ هو انت معنى كده اللي انت بتسكت معنى كده اللي انت بتبر امك ولا بتبر اخواتك؟ ربنا ما قالش كده. يوم ما حد في اهلك يغلط في مراتك ولا يتكلم عليها كلمة، تقف وتاخد موقف وتحسسهم ان انت بتزعل عشانها، وان انت مش قابل حد يتكلم عليها كلمة وحشة. يشتموك انت حر، ده امك. تبهدلك انت حر، لكن مراتك لا. مراتك بنت ناس جاية من بيت ناس، تتعزز في بيتها وتبقى ملكة في بيتها، محدش يهينها، محدش يغلط فيها. هو ده الدين، هو ده الشرع، هو ده العرف. للأسف الناس فاهمة غلط يا جماعة، الناس فاهمة غلط. الناس فاهمة لو أمه شتمت مراته وما اتكلمش يبقى هو كده يا سلام بيبر أمه وما بيعكهاش. هو ده الدين صح بالنسبة لكم؟ والله العظيم انتوا فاهمين الدين غلط وفاهمين الحياة غلط. اي راجل يقبل الاهانة على مراته والشتيمة على مراته والبهدلة على مراته، ده ما يسماش راجل بالنسبة له. بالنسبة اي حد محترم ده ما يسماش راجل، ده يتسمى راجل. بلاش بقى، بلاش، يعني انتوا بقى اعرفوها. تمام؟ ربنا يهدي كل الناس اجمعين يا رب العالمين، وربنا يهدينا كلنا، وربنا يهدي الحموات، وربنا يهدي مرات الابن، وربنا يهدي كل الناس يا رب اللهم امين. احنا عايزين بس نصلح حال البيوت، ومش عايزين يعني في مشاكل، وعايزين في هدوء وصبر بالاحترام والادب، مش اكتر من كده. نهدي بقى النفسيه شويه، عشان انا بصراحه اقسم بالله العظيم المشاكل اللي بتجيلي والله العظيم بتشيب شعري كده، يعني حاجه بصراحه يعني بتخرج الواحد عن شعوره. الحمد لله على كل حال. طبعا انت شفت انا عملت ايه. انا كان عندي كشري مصري باقي من المره اللي فاتت، عملت جنبه فرخه مشويه عشان ايه ناكلها. طبعا الفرخه دي حوالي 2 كيلو، مقطعه الصدر الكتف لوحده والصدر لوحده والدبوس لوحده والحته العريضه لوحدها، وعملت فيها فتحات. وبعد كده عملت الخلطه بتاعتها او التتبيله بتاعتها في الخلاط زي ما انت شفت كده، بصلايه وطماطمايه وقرن فلفل وحوالي يعني ايه 3 فصوص من التوم، وطبعا ضربتهم في الخلاط. والتوابل هكتبها لكم على الشاشه. وحطيت كوبايه ميه طبعا في الخلاط عشان الخليط يتفرم كويس. وطبعا ايه سبتها في التتبيله شويه، وحطيتها بقى في الصينيه بالصوص بتاعها، وحطيتها على الرف اللي في النص والنار تكون عاليه، وقفلت عليها الفرن. خدت مني ساعه ونص. لو انت الفرن بتاعك بطيء حطها على الصاجه اللي تحت وغطيها بصينيه او ورق حراري، وكمان اقفلي عليها الفرن عشان تستوي. ده في حاله لو النار عندك ايه يعني مش حاميه، لكن عندي الفرن حامي ما شاء الله استوت على طول. وده كان اخر الفيديو. اتمنى من كل قلبي ان فيديو النهارده يكون خفيف عليكي واستفدت منه وطلعت منه حتى ولو بفكره بسيطه جدا. اتمنى كمان لو اول مره تشوفوني انا مميد ودي قناتي، اعملي بقى اشتراك في القناه وكمان شير ولايك. مع السلامه، اشوفكم في فيديو جديد في رعايه الله.